الخبير اللي فاهم في كل حاجة وهو مش فاهم أي حاجة. يا جماعة، أنا كنت قاعدة عادي كده بتكلم مع واحدة صاحبتي، بس فجأة دخل علينا واحد صاحبنا قال بصوا بقى، أنا فاهم في الموضوع ده كويس. ونين حضرتك علشان تبقى فاهم في الموضوع ده؟ يقول أنا قريت بوست عن كده من يومين. والله إحنا بقينا نعيش على معلومات البوستات يا قلب الماما. أنا حسيت إني مش قاعدة مع صاحبتي، أنا قاعدة في حلقة نقاش في الأمم المتحدة. كل واحد بيفتي، واحد فاهم في الاقتصاد والتاني فاهم في الصحة والتالت بيفهم في الطاقة النووية، وهم نفسهم مش عارفين الفرق بين الكزبرة والبقدونس أصلاً. وكمان يقول لك بصي يا سوكا، الدولار طالع عشان السيولة النقدية. يا عم انت عليك قسط التلاجة من 3 شهور، سيب الدولار وخليك في السيولة المالية بتاعتك. واتكلموا عن الصحة، يقول لك الجسم محتاج ديتوكس، مفيدة للجسم قوي. وهو بيشرب شيشة ومعاها كوباية شاي. يا عم انت جسمك محتاج مكافحة تلوث مش ديتوكس. حتى الكورة يقول لك أنا كنت من الناشئين، كنت بلعب باك شمال، وهو بيهنج وهو طالع السلالم. يا عم انت لو لعبت ماتش هتطلع على نقالة الإسعاف. واللي بقى يشرح لك تربية الأطفال يقول لك لازم الطفل يعتمد على نفسه من صغره، وهو لسه أمه بتعمل له لانش بوكس لحد دلوقتي. يا ابني اعتمد انت على نفسك الأول وبعدين تعالى فتينا في التربية. أنا بقترح نعمل قناة مخصوص لهم ونقدم فيها كل يوم خبير جديد اللي بيفتي في كل حاجة. هو الوحيد اللي مش فاهم أي حاجة، ولو قابلته اضحك وقول له ها انت ازاي كده، برافو يا نجم، انت خبير عالمي يا ترعة المفهومية، وسيبك منه عشان عمرك ما تكسب واحد بيفتي. دي كانت حلقتنا النهاردة من بودكاست سوكا، نشوفكم في حلقة جديدة فيها هلس أكتر وضحكة أكتر. إيه ده بجد؟ انت كملت الفيديو لحد هنا؟ لو الفيديو ده عجبك، وأنا متأكدة إن هو عجبك، يبقى لازم تدوس سبسكرايب وتبعت لي لايك وتفعل الجرس علشان كل فيديو ينزل يدق الباب عندك، وسيب لي كومنت حلو زيك كده يخليني أستمر أشوفكم في فيديوهات جاية. باي.